عاملين ايه حلوين؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. تعالوا النهارده نعمله مع بعض اكله الحله الواحده، اكله كامله متكامله في حله واحده، مش هتاخد مننا لا وقت ولا مجهود، وكمان يقدروا يستخدموها الناس اللي بتعمل دايت مهتمه بالاكل الهيلثي، تقدر ان هي تعمل الاكله دي. الاكله دي صحيه وحلوه جدا وخفيفه وفيها كل العناصر الغذائيه في حله واحده. تعالوا نضربوا مع بعض البصلايه بتاعتنا في الكبه، نفرمها في الكبه، وبعد ما فرمناها في الكبه نجيب حله وننزل في الحله دي بزيت زيتون، وبعد ما نزلنا في الحله بزيت الزيتون بتاعنا ننزله بالبصلايه ونفضل نديها كده تقليبه ونسيبها لحد ما البصلايه تدبل. نسيب بقى البصلايه بتاعتنا تدبل ونروح بقى هنا عندنا جبت شرايح اللحمه بتاعتي. انا اللحمه بتاعتي انتركوت، انا هنا اللحمه بتاعتي عشان طويله قسمت الشريحه على نصين. بعد ما اخلص اللحمه بتاعتي هديها شطفه، وبعد كده اقوم نازله بشرايح اللحمه في الحله بتاعتي، واخلي كل وش ياخد من دقيقتين ل3 دقائق، ياخد صدمه كده من دقيقتين ل3 دقائق. وبعد كده هنزل بمقدار حوالي، بعد ما كل وش يستوى وياخد الصدمه بتاعته، هنزل بمقدار كوبايه ميه واحده، وهنزل عليها بالبهارات. البهارات بتاعتي عباره عن معلقه صغيره كركم، حبهان، فصين 3 براحتك، فلفل اسود، جوز الطيب لو بتحبي تحطيها، وهنزل بالملح، وهنزل بمعلقه كاري وبعودين قرفه. بعد كده هنديهم تقليبه مع بعض ونقفل الغطا عليهم ونسيبهم لحد ما اللحمه تتشرب الميه. مش لازم تتشربها 100%، بس تتشرب الميه بنسبه كبيره. بعد ما اللحمه بتاعتنا كده اتشربت الميه، هننزل عليها بالرز البسمتي المغسول كويس جدا، وهننزل عليها بكيس البسله. الرز البسمتي الحبه القصيره دي بتاخد اكتر من المقدار بنص كوبايه، يعني انت لو حاطه كوبايتين رز بسمتي بس حبايه قصيره هتنزلي بكوبايتين ونص ميه. لو الرز البسمتي بتاعتك الحبه الطويله، والحبه الطويله طبعا هو بيبقى افضل من الحبه القصيره، بس لو هتنزلي برز بسمتي حبه طويله هيبقى ضعف المقدار، يعني كوبايتين رز قصادهم كوبايتين ميه. انا هنا كنت جايبه الرز البسمتي بتاعي الحبه القصيره، فانا نزلت نص كوبايه بس زياده فوق المقدار، وهنديهم بقى كده كلهم ونمكسهم بقى كده مع بعض، اللحمه مع الرز مع البسله مع كل حاجه. نقفل الغطا ونسيبها بقى تتشرب، وبعد ما تتشرب نرجع للحله تاني، ننقلها على عين صغيره ونشغل العين شمعه، يعني نوطي على العين خالص، نشغل العين. ممكن كمان تحطي شياطه، بس انا عشان عندي النار بتاعتي بعرف اظبطها من غير الشياطه. انت تقدري تحطي الشياطه او تشغلي العين الصغيره وتوطي خالص، تخلي النار شمعه، وتسيبي الرز بقى بتاعك يستوي على اقل من مهله بالظبط. مش هياخد معاكي من 15 ل 20 دقيقه على النار الصغيره. وبكده الرز بتاعنا خلاص بيكون خلص، وحله الرز بتاعتنا خلاص بتكون خلصت، وبالف صحه وهنا. ما تنسوش اللايك والشير يا حبايبي، وتنسوش تدعوا لي من قلبكم بالخير. سلام.